يقوم الوطن لينحني إجلالا لأرواح أبطاله، وتغيب الشمس خجلا من تلك الشموس. الشهداء هم الذين وضعوا أسس الحضارة. طابت أوقاتكم مستمعي إذاعة يوركيش FM في حلقة جديدة من برنامج تيري جنازاتي. حلقة هذا الأسبوع عن مسيرة حياة الشهيد محمد خلف العلي. وثيقة الشهداء. الحياة الحرة هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم والكنية محمد العلي. اسم الأم أمينة. اسم الأب خلف. مكان وتاريخ الولادة حلب عام 1993. مكان وتاريخ الانتساب منبج عام 2020. مكان وتاريخ الاستشهاد منبج عام 2021. أعزائنا المستمعين، لمعرفة المزيد عن حياة الشهيد محمد التقينا بعائلته. أمينة محمد الأحمد، والدة الشهيد محمد العلي. محمد منه صغير أبوه كان مرضان وما عاش طفولة. من عمره 10 سنين سافر على بيروت، اشتغل ببيروت لحد ما جاء تجوز. بعد ما تجوز سافر زاد على بيروت لحد ما جاء وانتسب منبج واستشهد هناك. الحمد لله أولادي كلهم يعني معاملتهم زينة. ومحمد بعد ما توفى أبوه هو كان صغير، يعني اعتبر حاله هو صغير، اعتبر حاله هو أكبر الولاد، هو لأنه اعتبر حاله هو أخوهم الكبير ويروح يعني معاهم بالحيل زين عليهم وحنون عليهم، واعتبر حاله أب ليهم. من سافر يشتغل ويبعث لهم، حتى مدرسته يعني بطل منها مشان أخوته يدرسون، ويعني معتبر حاله أخو وأبو ليهم منه صغير، وحنون وحباب وطيب وهو من أول مجاهد والحمد لله على كل شيء. يعني هو يحب يشتغل بالبيت، هو صغير يعني طفل، تعرفين انت طفل يعني يلعب طابة، هو يحب الطابة بالحيل يحبها. هو والولاد يلعبون طابة، ولد عمه ولد خاله بجري هنا وهناك، زاد انتسب بالمكان اللي يشتغل بيه ويلعب طابة بيه. هو يحب الطابة بالحيل. والله هو حباب، ما يحب يزعج حدا، ويحب الأطفال كلها ويحب الولاد كلهم، وكلهم أصدقاء معه، كلهم ولاد عمه يعني. والله له ذكريات كثيرة بالبيت. هو يحب يمزح مع الولاد، يحب يمزح معاه، يظل يجي يحبني يقول لي أمينة، ما يفعل حتى يقول لي يما، يصيح لي أمينة ويحبني على وجهي بالحيل. يعني هو صحيح يعني عاش طفولته يعني كم سنة هنا، والطفولة ذيك كلها عاشها ببيروت. لا كان مع عمه، هو عمه كان مسوى هناك. اي والله منه صغير حمل المسؤولية. وحتى أقول لك مدرسته ما كملها، أخوته درسها وهو ما درس. والحمد لله هو حباب، وهو من أول مجاهد منه صغير. لا والله ما رجع، راح ظل ببيروت 6 سنين بعد ما تجوز، 6 7 سنين ظل. ايه كان الصبح يوم انه بشغله، يعني الساعة 6 الصبح قبل أن يروح على الشغل يقول لي يما بدي أحكي معاش مشان الله يوفقني تا أقدر أشتغل. يعني عاد ما أقدر أظل قاعد تا أستناه تا يحاكيني، خاف أنام وما يحاكيني ابني تا ما يزعل مني. وهو يقول أمي ما أقدر أحاكيها إلا الصبح، لأنه ما يصير له فرصة إلا الصبح الساعة 6 قبل 6 بشوي يحاكينا الفجر هجدانه تا يقدر يشتغل، لأنه ما عنده وقت يحاكيني بيقل الوقت هذا. واستناه تا يجي تا أقول ما أقدر أنام، خاف إنه يعني ما يحاكيني أو يقول أمي ما حاكتني، أو يصير اللي بعد فترة يقدر يحاكيني، لأنه مو بكيفه ما يقدر، شغله مو هجدان صاير شغله. يظل يحاكيني، يظل يمزح معي، يظل يسولف لي شلون الولاد، شلون دراستهم، شلون البيت، مشتاق للبيت، مشتاق للحوش، مشتاق أروح على قرايبي، مشتاق أروح على قبر أبوي، ما شفت القبر من زمان، أخوتي مشتاق لهم. على طول يظل يحكي معي هجدانه. آخر مرة السنة الماضية رجع
بعد ما اجى وما ظل شغل بيروت، اجى هنا راح على الرقة، انتسب المنبج واستشهد هناك. ظل شهرين، ظل شهرين ايه، وبعدها استشهد. فرحانين يعني، فرحانين عليه بالحيل، فرحانين بالحيل كنا عليه. الحمد لله أخوهم أجى على البيت، وأخوهم الكبير يعتبر مقام أبوهم وأبوهم هو، وفرحنا عليه بالحيل. يجينا نقعد العصر جوا الشجر هناك، إجداني يجيني يقول لي مشتاق ما أحط راسي على رجليك. كانت عند بنت أخوه صغيرونة، بنوتة صغيرة، يظل تصور معاها، يقول إيمت تكبر وأشوفها تمشي، ومشتاق لكم أقعد معاكم ومن قولاته وظل أروح وأجي يما هنا أعمر بيتي، أنا أعمر بيتي هنا بالمكان هذاك، أعمر بيت لو يعمروا هنا، مثل ما أول كنا نخطط يما أنا أعمر هناك بيت الحالي. وقعد عندنا كمان هين شهرين، وراح على الرقة، مات عمه وظل هناك وانتسب هناك وجاني، يعني الحمد لله يا ربي جاني شهيد. ذكرياته هو صغير تعرفين انت يعني، بس يوم انه كبير الحمد لله يعني، هو ما يصحي يعني، حتى يوم يريد ينام ما يصحي. الساعة ينام عندي مثلا بلطه هجدانة بعد ما اجى، تا يروح على غرفته يعني، تا ينام بيها. ومرته بالحيل زينة، وهو حباب وليدي الحمد لله على كل حال. يعني شريد أقول لك كنت فرحانة شايل بنت ابني ولعبها، وجاني أخوي قال لي يوم خليل أخويا الكبير قال لي خليل ضرب تصاوب، ابني الصغير كان منتسب منبج. قلت له لا تقول لي يعني لا تقول لي متصاوب خليل، لا قول لي مات، قول لي خليل مات، لا تقول لي متصاوب. كنت يعني خايفة على ابني هذاك، ماني حاسب يعني حمادي محمد أحسه يعني كبير، يعني ما يجي شيء واعي وهجدان، ما أحس إنه يعني موت، يعني هو قضى هالعمر كله تعب وعذاب ويركض وربى أخوته وهجدان، ما حسيت إنه يعني يصير عليه شيء ألحز. يعني قلت لحالي إحنا وياه نعيش مدة أطول من هجدان، أطول من هجدان. كنت أحسب يعني إني أنا وابني نعيش أكثر من هيك وأخوته، بس الحمد لله جاني خبره. كنت أقول لك قاعد بقلب الدار أني ومرت ابني، وشايلين الولد صغير جعل لعبه، مرته وأخته راحن يشوفوا إن حبابتهن مرضانة. جاني أخويا وكان يسولف لي، قلت له لا، قال لي خيتو لا تخافين، خليل والله ما أبو شيء، محمد تصاوب برجله. قلت له لا ما تصاوب برجله، محمد ما يتصاوب برجله. قال لي بلا تصاوب بفخذه وبالحيل صوابه خطير، والحين ياخذونش على منبج. قلت له لا، ايش بيه علمني ايش صاير. قال لي خيتو، هو ما قال لي استشهد يعني، خافوا علي لانه حكيته نهار نستشهد ضل معايا 18 دقيقة يحاكيني، كنا يضحك معاي ويلعب، وحتى يشايل بزر ويبزر، ويزين يحاكيني ويزين يسولف لي وشلون يقول لي، وفرحان على حاله. وقال لي يما حاللين وسامحيني بالحيل، يعني هجدانة فرحان على حاله وفرحان على منطقته. يقول لي دحج المنطقة، اللهم صل على النبي، تقول جنة اللي هو بيها. وانا اقول له ابني دير بالك على نفسك، هو ما يعرف تعرفين انت لا عمر يعني صار عسكري ولا شغله، وكان عامل ببيروت منه صغير، وراح وانتسب المنطقة ذيك. وكنت حاكي اني والله ومرته كنا نحاكي، يعني احنا رمينا التلفون من هين، بعد كم دقيقة استشهد هو، 5 دقائق أكثر يعني مستشهد. المهم الساعة 8:30 بالليل أني جاني خبر، أبوي يقول لي أطلع برا ألقى الجرية كلها عندي بالبيت، ما بشي لا مستحيل ابني مو متصاوب، الجرية كلها عندي، عمام وخواله وولد عمه وولد خاله، كلها العالم. إيه عاد تعرفين انت الأم شلونها، ما عاد أتمالك أعصابي. يقولوا لي الحمد لله ابني شرح شهيد، أقول لهم صحيح راس شهيد، بس أنا كنت حاسبة إنه يظل معي أكثر من هجدان، يعني ما له شهرين أنا وياه قعدنا سوا آخر شيء، يعني ما له شهرين، لو كم سنة غايب عني، يعني لو شهرين واستشهد بالعجل، يعني أريد صحيح يعني الشهادة الحمد لله أعتز بيها أنا وهو الحمد لله راح شهيد،
بس شنو أنه مو بالسرعة هاي هجدان، والحمد لله. خبره بالحيل يعني أذاني، وهو أبونا وأخونا وهو ابني. والله جماعة ما قصروا، مسوهم كل شيء، ما قصروا معانا، سووا له مراسيم بالحيل زينة يعني. الحمد لله على كل حال. هو الله يحبه، الله يحبه الحمد لله. حب الناس كلها تحبه، كل العالم حبته، كل العالم يعني، حتى اللي يعرفوا ولا ما يعرفوا نحمسهم عليه يعني، بالحيل نحمسهم عليه، مو إحنا يهلوا يعني. والحمد لله ابننا راح شهيد ونعتز بشهادته، وإن شاء الله رب العالمين يجعله من الشهداء، والحمد لله على كل حال. والله يوفقكم إن شاء الله، وما حد قصر معانا بشيء. أنا عبود خلف العلي، أخو الشهيد محمد خلف العلي. علاقتي مع محمد الله يرحمه يعني، محمد مو بس أخ، محمد صديق، محمد بيت السر اللي نحكي لبعضنا أنا وياه أسرارنا وصغار. محمد هو بيت السر تبعنا يعني، نحكي لبعض أسرارنا. كان عندنا شوية غنم وإحنا صغار طبعا، نروح نسرح بالغنم أنا وياه، نسرح لبيت جدي ونرجع، ويصيروا الأولاد الصغار يجوا يضربوني. طبعا أنا أصغر منه شوي، أول شيء العصاية بده يدافع عني، طبعا أنا أخوه بده يدافع عني. المهم بعد ما نخلص نرجع مع بعضنا، كنا أصحاب. فضت يعني المشكلة نحن أطفال ما نعرف شيء. هاي شوية عن صغر محمد. بعدين بلش محمد يلعب بالطابة، ما شاء الله عليه، لعيب كرة قدم يعني محترف. نحن كل عيلتنا تلعب كرة قدم، هو بس حصرا يعني لعيب ما شاء الله عليه. يعني أشوف الكل مبسوط، محمد لعيب. أنا أفتخر بأخوي طبعا، وأنا صغير أفتخر بيه، أشوف لعيب وأشوف حالي بيه يعني. فجأة أبوي صار عنده مرض سرطان، يبعد عنكم هالمرض إن شاء الله. محمد صار شوي يعني زعل جواته، إنه هو الكبير بينا وهو اللي بده يشيل المسؤولية. ترك الدراسة، ضحى بنفسه مشاننا نحن نكمل حياتنا وندرس وننجح ويشوف حاله فينا. بعدها راح على لبنان، ضل يشتغل ويبعث لأهلي، ويعني الحياة صعبة، منا صغار يعني عشنا حياة يعني صعبة. الحمد لله على كل حال. بعدها بلش ينشأ، صار شاب، مرحلة الشباب صارت الأزمة بسوريا، راح على لبنان، رجع مرة ثانية، رحنا كنا على لبنان أنا وهو وأخوه الصغير. يعني واجهنا صعوبات بالغربة، يعني عشنا صعوبات جدا. وأنا بالغربة أنا بعيد عنه شي 200 كيلومتر، ما أشوفه ولا يشوفني. هو بعمله وأنا بعملي، ما نشوف بعضنا غير الساعة 12 بالليل، نحكي تليفون مع بعض، إلا لا سمح الله يصير شي نلتم يعني ناخذ إذن من المستلم صاحب العمل مشان نشوف بعضنا. يعني حتى بالغربة ما شفنا بعضنا، ورحنا بنفس المكان. يعني ما شبعت منه أبدا من صغار لهاللحظة هاي. يعني صح نحن أخوات وكذا، بس لازم نكون كل الوقت مع بعض. ما شفته أبدا، ما شفته. إيه طبعا الظروف قاهرة كانت. الحمد لله على كل حال. يعني محمد اجى تزوج وراح، ومن بعدها رجع على سوريا، لأنه لبنان صار وضعه صعب. حتى أنا ما صار لي فترة سنة جاي من لبنان. المهم اجى محمد الله يرحمه، صار عندنا حالة عزاء، راح على الرقة، ومن بعدها حاول يسافر برا، ما صارت له فرصة سفر. الحدود وضرب، وتعرفين ببلدنا يعني بلد حرب، ما صار له نصيب. راح على منبج. طبعا هم بدهم أو مدرب لواء عسكري، والشهيد الله يرحمه هو يلعب جمباز، بما أنه كان بلبنان ويحب الرياضة، دخل بنادي جمباز وصار يعطي تدريب، وهم بدهم حدا يلعب جمباز وكذا. يعني فات معاهم بالمجال العسكري، صار يدرب، يعني دخل فورا على التدريب بما أنه عنده شهادة جمباز، ما في داعي يدخل دورات وكذا. من بعدها بشهر، شهر ونص، شهرين تقريبا، يعني ما صار له فترة قصيرة، اللي يشوفه بالشارع الطفل شاب ختيار يحبه، يعني أخوه يحبه وهذاك زاد يحبه. يعني زرع محبته بكل قلوب البشر، يعني اللي عرفهم فترات قصيرة زرع محبته بقلوبهم. يعني وقت خبر استشهاده الكل انصدم،
يعني سبحان الله ما بعرف، يعني كل واحد عنده ميت وميت غالي عليه، بس نحن شهيدنا غالي علينا أكيد. يعني زرع محبته بقلوب البشر كلها، الصغير الكبير. صارت العالم تعزيني، أنا ما أعرف حدا والله العظيم، يعني بالآلافات تعزيني وما أعرفهم. الحمد لله، هي يعني نفتخر بها هالشغلة. في جدي من أجدادنا طبعا، شخص روالي إياها، والدنيا روايات ونحن ناخذ عبارات منها. يقول له شنو هالدنيا إيش سوت بينا؟ إيش خذينا من هالدنيا؟ شنو ربحنا من الدنيا؟ قالوا نحن باللهجة الحلبية، نحن ربحنا كرامتنا بهي الدنيا، ونحن شهيدنا شهيد الكرامة ونعتز ونفتخر به باستشهاد أخوي محمد. طبعا يعني محمد حياته من الصغر إلى استشهاده يعني صعبة. إنسان رجل عظيم، وهالرجل التاريخ راح يخلد هالكلام هذا اللي يحكيه. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ما يقصر معنا وبده يانا نكون ناجحين لأبعد حد، يعني بده يشوف حاله بينا. يعني لازم احنا ننجح بنظره، احنا لازم يكون لنا اسم مبين، يعني مو لانه نحن ربينا ايتام. نحن ما ربينا ايتام، نحن ربينا اخويا هو اللي ربانا، امي اللي ربتنا. نحن كبرنا واحنا صغار كبار، منا صغار نعرف شو واجباتنا وش نسوي، ونروح ونسوي الواجب مثلنا مثل اي انسان كبير. طبعا الشباب ما كملوا الدراسه بسبب الظروف، انا كملت دراسه شوي وطلعت برا. هو شخصيا انا حصرا خبرني بدي اشوف حالي فيك. قلت له ليش؟ اساله ليش اشوف حالي بيك؟ انا بدي اشوف حالي بيك. بالعكس، يقول لي انت انسان موهوب، انت عندك موهبه. انا طبعا عندي صوت. ليش اخبرتكم انه انا كنت بدي اسوي البوم، بس ما الظروف قاهره صارت علينا. بعد استشهاد اخوي وقفت كل شيء. خبرني بدي اشوف حالي فيك وانا اصير ادير لك اعمالك. يعني شوف الوين يفكر. يعني انا طلعت وصرت بمجال الشهره ووصلت للمرحله يعني هو تفكيره يحشي له وجه. قلت له ان شاء الله باذن الله انت تكون يعني الاختيار الانسب انت تشوفه وانا اشوفه مناسب لي. بعدها بلحظات، يعني بنفس اليوم بعدها بلحظات يتصل علي شخص، يعني حتى بطريقه الخبر اذا بدك توصلها لازم في شيء لين عليك، يكون شوي شوي مشان الصدمه. يعني خبرني بطريقه فاجعه من اللي كانوا معه، الاشخاص اللي يعرفوه، انه العمر إلك واخوك استشهد. يعني ما اعطى شيء، يعني شوي شوي صدمه مشان ما توقعت الخبر. ما قلت له انت كذاب حيشه، ما صدق انه استشهد. كان يحكي معي من شوي شلون حكى مع الكل بنفس اليوم. شلون استشهد كذا، ما اصدق الموضوع. في شيء غلط. من شوي كان طالع بث على الانستغرام وعلى الفيسبوك وكذا، مبسوط، يعني مبسوط بحيل يعني. وحتى حط حاله اللهم اني استودعك نفسي، ابعد عني ما يضرني وقرب لي ما يسرني، حتى بدعائه. يعني كان مبسوط الحمد لله. صلى الفجر وراح على قطعته على اللواء، وطلع على الحرش. هم بحرش صاير مثل الغابة، على نقطة تماس مع النظام وفي مكان من المعارضة. يعني شلون الحادثة صارت؟ والله صارت، صدقت الخبر خلاص، لا حول ولا قوة. صدمة صعبة، بس طريقة الاستشهاد، استشهد هو مثل الموضوع اغتيال صارت. نحن نعتز ونفتخر بشهادة ابننا، وهي وسام على صدرنا، الشهيد محمد العلي. وإن شاء الله أنه كنا نتابع الكلام اللي خبرنا إياه. أنا أول ما جيت خبرتهم كل شيء محمد العلي الله يرحمه الشهيد. بلش بي بدي أكمله أنا، كوني أنا بعد محمد، وإن شاء الله أني أكون قد المسؤولية أنا وأخواتي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نشكر عائلة الشهيد محمد، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع. دمتم بخير وإلى اللقاء.